اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ وحشني وحشني كتير. عارفه ان انا اتاخرت عليكم والله العظيم، بس كنت فعلا عندي ظروف جامده يعني منعتني ان انا اسجل والله معاكم. دلوقتي بقى ايه، رحنا عشان نجيب بقى فرخه. بصراحه اتصدمت، الدنيا غليت قوي والفراخ وكل حاجه غليت، مش قادره اقول لكم. طبعا جبت الفرخه بقى، غسلتها زي ما انتم شفتوا بالليمون والملح وهعمل بقى النهارده معاكم الفرخه دي بقى ايه في الفرن. مش هنعملها ايه على البوتاجاز، هنعملها في الفرن ان شاء الله. جبت بقى معاكم الكبه واربع حبات طماطم وفصين توم وقرن فلفل ومعلقه عسل وبصلايه زي ما انتم شفتوا كده. وهنحط ده كله بقى، نحط التوابل بتاعتنا، فلفل اسود وكمون. بس مش هنحط غير كده، بس ايه في قلب الكبه. تمام. وجيت طبعا بقى ايه، قلت بقى اكمل لكم. حطيت كمان يجي 3 معالق زيت في قلب الكبه. عاملين ايه يا جماعه؟ والله العظيم بصوا يعني انتوا وحشين. اليوم ما بسجلش معاكم فيه، بحس ان انا ناقصني حاجه والله. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يصلي على النبي ويصلي على الرسول كده. وعايزه كومنت حلو كده، وكل اللي بيحب شهرزاد يخش يعمل لها ايه، تعليق حلو كده وشجعوني. وعايزاكم تعملوا لي كده سبسكرايب كده وبصراحه عايزه اعرف مين بيتابعني من بلد من انهي بلد يعني. المهم طبعا جبت الصينيه وقلت طبعا لقيت الملح بتاع التتبيله يعني ايه ناقص شويه، فقلت احط شويه ملح. جبت بقى الفرخه بتاعتي وفتحت فيها فتحات كده عشان التتبيله تخش جواها. وحطيت بقى حطيت التتبيله جوه اللحم كده عشان طبعا تشرب منها. وبقيت اغرس في اللحم كده طبعا عشان التتبيله تبقى كويسه وتديك الطعم اللي انت عايزاه. طبعا بقى جبت بقى عملت بقى زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى النهارده هنعمل الفراخ كده ونعمل اكله خفيفه. عندنا بصراحه الاولاد ما بيحبوش ايه الصلصه والطبيخ والكلام ده، وفي نفس الوقت طبعا عايزه اعمل لهم حاجه ايه تبقى كويسه. فقلنا نعمل النهارده اكل ناشف كده. تبلت الفرخه وقلت احطها في الفرن وزي ما انتم شايفين بقى ايه، بقيت مغرقاها تتبيله. بصراحه التتبيله كانت جميله قوي وطعم الفرخه كان تحفه والله العظيم، مش قادره اقول لكم. المهم طبعا بقى زي ما انتم شايفين الكبده والقرنصه برده بتبلها وحطيتها في قلب الفرخه. وحطيت كل بقى التتبيله اللي فاضت حطها على الوش كده. وهجيب دلوقتي بقى الورق السلوفان وايه وهلفه كله، وهروح جايه حطها بقى في الفرن جوه. بس طبعا مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق عشان يبقى سخن يعني. حطيتها في الفرن وظبطت الفرن على درجه 200. هتقعد حوالي ساعة في الفرن او ساعة وعشر وربع كده. جبت حلة بقى وحطيت فيها معلقة زيت، شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي. طبعا بقى انتوا عارفين السمنة البلدي راحت في داهية ما عدناش بنهدر فيها زي الاول يعني، حبة زيت وحبة سمنة بلدي، فالدنيا بتمشي يعني. السمنة البلدي بقت غالية قوي وما عدناش اصلا لاقيينها يعني. جبت طبعا عندي بقى فرطت شويه بسله على شويه جزر كده، قلت اعمل لهم النهارده رز بخضار كده، ومنه ايه يبقى رز، ومنه برضه احط لهم الخضار في قلبه يبقى برضه فيه الغذاء برضه، لان هم ما بياكلوش بصراحه الطبيخ وكده. فقلت احط ده في قلب ده، منه يديها طعم حلو ومنها ايه ياخدوا الغذاء بتاعه برضه. طبعا رحت حاطه بقى، سبت السمنه اتقدحت وسخنت قوي، رحت حاطه عليها الخضار وقعدت اقلب. طبعا بدني اقلب فيها اشوحها جامد قوي، لازم تتشوح كده يعني تديها تشويحه جامده، عشان طبعا الرز بيستوي بسرعه اكيد هيستوي قبل الخضار، فلازم تشوحها شويه على النار عشان يبقى الرز وهي تستوي مع بعضيهم يعني. قعدت اقلب فيها كتير وحطيت لها طبعا بقى فلفل اسود برضو، وحطيت لها كمون وظبطت الملح بتاعها. تمام وكده. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يا جماعه يصلي على النبي، يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وحطيت الرز طبعا بقى وكده، وكنت غاسله طبعا كيلو الا ربع رز على جزرتين وعلى ربع كيلو بسله كده، يعني ربع بسله وجزرتين وكيلو الا ربع رز. وطبعا الخطوه دي حلوه قوي، معلقه عدس اصفر. معلقه العدس الاصفر دي مش قادره اقول لكم بتديله لون صفار بسيط كده وبتخليه جميل قوي وبتديله طعم حلو كمان. دي يعني تكايه حلوه برضو. كل ده بقى عماله اشوح. طبعا شوحت الخضار لوحده ورجعت برضو حطيت الرز وشوحته معاه تاني.
والله يا جماعة ربنا بجد يعني يرحمنا، الدنيا غليت والناس كلها مش قادرة، والله العظيم كل ما نروح السوق نتصدم ونرجع تاني. الدنيا غليت بجد يعني، ربنا يرحمنا، مش عارفة احنا هنروح فين والله. حطيت طبعا المية وظبطت الرز بتاعي، وظبطت حط الرز زي ما انتم شايفين. مش شرط يعني نحط ميه مغلية، عادي انا بحط ميه عادي. وحطيت ورقتين نعناع فريش عشان يديله برضو ريحة حلوة كده. طبعا قطعت قرن فلفل، وحطيت توابل وتوم، عشان طبعا هعمل طبق ملوخيه معاكم كده. قلت عشان اللي عايز برضو ياكل ايه ملوخيه وكده، برضو يبقى الرز والملوخيه والفراخ طبعا في الفرن. حطيت كان عندي بصراحه شويه شوربه في التلاجة فطلعتهم، وقلت اعمل ايه طبق الملوخيه كده بيهم وخلاص، هنمشي وخلاص الدنيا وبصراحه بس يعني والله الاكله كانت جميله جدا، والرز بالخضار ده تحفه، جربوه يا جماعه، مش قادره اقول لكم حلو قوي. طعمه لذيذ، بتحسي ان انت اكنك بتاكلي يعني ايه حاجه كده مميزه، خضار في قلب رز، شكله يعني طعمه بيبقى حلو قوي. طبعا بقى قلبت الرز بتاعي، ورحت جايه ايه نقلت اللي عندي صغيره عندي، فوطيت هديت النار شويه، ورحت حاطه عليها الحله، ونقلت الحله بتاعتي الصغيره دي عشان اعمل ملوخيه. بصوا يا جماعه الملوخيه بقى الناشفه دي، التكايه دي لازم ايه تبقى كده عشان الملوخيه بتاعتكم تبقى خضره وحلوه اكنها ملوخيه خضره. طبعا حطيت الشوربه بالثوم بالدقه اللي انا دقيتها قدامكم دلوقتي. غليت جامد، خليت الثوم استوى في قلب الشوربه الاول بالفلفل بكده حوالي من 5 دقايق بيغلي على النار. وبعد كده رحت جايبه الملوخيه الناشفه بتاعتي وحطيتها، وبداني اقلب فيها جامد زي ما انتم شايفينها كده، لازم اداني اقلب عشان يبقى لها عرق. بعد كده طلعت الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفينها شكلها، وكانت ريحتها يا جماعه تحفه قلب الدنيا والله العظيم، يعني الريحه تتبيلتها كانت جميله. وبص شكلها عامل ازاي، شكلها يشهي بجد وجميله قوي. كل بقى اللي بيحب شهرزاد يا جماعه يخش على القناه ويعمل لها اشتراك وتعليق حلو منكم كده، بيفرحني والله تعليقكم، وبحس ان انا مبسوطه قوي لما بشوف التعليق بتاعكم. معلش انا اتاخرت عليكم بس والله كان عندي ظروف جامده. ايه رايكم بقى في الاكل كده، وادوني رايكم واكتبوا لي تعليق حلو. والفراخ بصوا مستويه وجميله قوي، حلوه حلوه بجد يعني. تسلموا لي يا جماعه، وربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا يا رب وتدنكوا كده يا رب معايا، وتدعموني واقفين جنبي. بصوا الملوخيه بتاعتي بوريها لكم اهي، بصوا خضره وجميله، مش قادره اقول لكم كان طعمها تحفه. كنت عامله لها بقى ايه التوم بتاعها اللي انا وريته لكم دون كان، والفراخ بقى مع الرز بالخضار، كان مش قادره اقول لكم كان شكله تحفه، والطعم كمان. مع السلامه يا جماعه.